السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. مؤخرا كده كنت بحاول احل المشاكل اللي عندي في حياتي، فتوصلت لحاجة برضو كنت حابب اشاركها معاكم. وهي ان انت ان انا مش هقدر احقق اي حاجة في حياتي طول ما انا مقدرتي على اللا ضعيفة. ان انا اقول لا، ان انا اقول لا عموما للحاجات اللي بتحصل في الحياة. اعتقد ان علاج التشتت وان انت تركيزك يكون قوي هي ان انت تقول علاج ان انت بتتسحل من حاجه لحاجه بسرعه ان انت تقول لا. انت دلوقتي شغال على حاجه مثلا، عندك فيجن فيها، في حاجه تانية نورت في دماغك، حسيت ان ايه ده، بص دي احلى بكتير، تعالى نشتغل فيها. لا، انت شغال على حاجه عارف ان هي هتوصلك لحاجه، جالك خروجه حلوه. لا، بتعمل دايت وعايز توصل لفورمه معينه، جالك وسوسه كده ان انت تاكل اكله جامده. لا، كل ما هتقدر تقول لا لنفسك، كل ما من الاخر نجاحك في علاقة، مش عارف اسمها ايه، طردية ولا علاقة ايه، اللي هما ماشية متوازي مع مقدرتك ان انت تقول لا. تعرف تقول لا، هتعرف تنجح. هتعرف تقول لا، هتبقى صريح اكتر مع نفسك. مش هتعرف تقول لا غير لما تفهم انت عاوز ايه، وتقدر تبقى صريح اكتر مع نفسك. وده الألعن كمان والأوحش، إن في ناس بتقول لأ، بتقول ماشي، بتوافق على الحاجة اللي معروضة لها وهي عايزة تقول لأ عشان محرجة تقول لأ. ودي حاجة وحشة جدا، إن أنا كنت كده، كنت بعرف أقول لأ. بقى حد عايزني في حاجة، حتى لو أنا شايف إن أنا مش هاقدر أضيف في الحاجة دي أو مش هاقدر أفيدك في الحاجة دي، ما باقولش لأ. فطبعًا كنت مكرّس حياتي للناس، ودي حاجة مش صح. لمّا ابتديت أقول لأ، ابتديت آخد بالي من الفرق، إن أنا قادر أحافظ على طاقتي حتى، طاقتي لنفسي. لو أنا حاجة أنا مش شايف إن أنا مش هاقدر أفيدك فيها أو مش هاقدر أعملها أو مش هاقدر أقدّمها لك دلوقتي، هاقول لأ، عادي. إيه المشكلة يعني؟ كل ما هتقول لأ، كل ما هتقدر إن شاء الله توصل للي أنت عايزه أكتر. السلام عليكم.